عايزين صاحبكو قدامك 12 ساعة تجيب لي حتة فيديو اكسل وتمضية، يا اما تقول على صاحبكو يا رحمن يا رحيم. زيزو جاهز؟ جاهز يا معلم. لازم ننقذ عمر في اسرع وقت. اكيد طبعا، يلا بينا. بص هناك اهي، بص. حلو، يلا يلا. ممكن اخش حمام؟ طب انا عايز كيس شيبسي. ده وقته. يلا يلا بينا يا معلم. امسك دي. تعمل ايه؟ استنى بس، اتقل. مسجرة. الله عليك. عاش يا وحش. يلا بينا. يلا بينا. امسك. يا وقته. بسرعة بسرعة. هو زيزو راح فين؟ بتعمل ايه ده كله؟ كنت بلبس سيفتي عليك وعلى شكلك، تقبض علينا اسهل. يلا بينا. ولا مات. انت بتعمل ايه هنا؟ ايه يا معلم؟ انت مش مخطوف يا ابني؟ اه انت ده هو يعني ايه؟ مش عارف. الموتوسيكل؟ يا نهار اسود ومنيل. صباح الخير يا شباب، معاكم ويكو ويلرز. حلقة النهاردة ازاي تحاول تحمي البايك بتاعتك من السرقة. طيب، الفكرة بشكل عام ان انت تكتر الوقت اللي الحرامي بيحاول يسرق فيه البايك. كل ما الوقت كتر وكل ما حطيت له عوائق اكتر، كل ما كان الموضوع بالنسبة له اصعب. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ طيب اول حاجة، انت بتركن البايك بتاعتك مثلا في جراج ولا في الشارع؟ طبعا في جراج خلاص الموضوع لحد ما بنسبة 90% السيفتي عالية. طب لو في الشارع، في نقط مهمة لازم نعملها في موضوع ان انا بركن البايك بتاعتي في الشارع. اول حاجة وانا بركنها في الشارع لازم اكون بركنها في مكان نور، تحت عمود نور، قدام محل منور. الحاجات دي كلها بتفرق. طيب تاني حاجة، يفضل تغطي البايك وتربطها. الحرامي لما يشوف حاجة ظاهرة وهو عايز يسرقها غير لما تبقى متغطية. هو مش عارف ده ايه، هو عارف ان ده موتوسيكل نوعه ايه، هيئته ايه، هو مش عارف، فده برضو بيطول الوقت اكتر. طيب تالت حاجة، في كام تول كده بنعملها بتخلي الموضوع صعب جدا على الحرامي. اول حاجة الهاندل بار تبقى ملكوكة. في ناس كتير قوي ما بتلوكش الهاندل بار، تمام. تاني حاجة، في اقفال بتتباع تتحط على الطنبورة وبيبقى فيها انذار، هتلاقيه موجود وسعره يعني بيبتدي من 100-150 جنيه، وفي حاجات طبعا اغلى من كده بكتير. طيب في ناس ممكن تحط القفل بتاع الطنبورة مثلا قدام وتربط العجل اللي ورا بجنزير في عمود النور او في شجرة كده، خلاص شكرا انت مأمن البايك. طيب عايز تأمنها اكتر، علبة الفيوزات، شيل الفيوز بتاع التدوير، خلاص كده البايك برضو مش هتدور. طيب في اجهزه GPS تراكنج سيستم بتركب في البايك، ممكن برضو تحدد لك مكانها، تفصل الانجن. طيب لو الاجهزه دي غاليه شويه او الافيلابيليتي بتاعتها ضعيفه، ممكن نستغني عن الموضوع او نبدله بموبايل صغير نحط فيه سيم كارد، تمام. ونبقى دايما حريصين ان احنا نشحن الموبايل ده ان كيس لا قدر الله البايك اتسرقت، نقدر نبلغ عن الموبايل ده فنعرف المنطقه على الاقل اللي البايك موجوده فيها. طيب في لوكات كمان بتتباع للفرامل والدبرياش، ممكن برضو تحطها، دي هتوقف لك ده او ده. ترند مشهور بقى اليومين اللي فاتوا دول، اصحابنا كتير وهو بيبيع البايك بتتسرق منه، حد يجي يجرب البايك يقوم واخد البايك وماشي. لو هتبيع البايك بتاعتك لحد وعايز يجربها وده حقه، مفيش مشكله، هو الراجل جاي اكيد جاي معاه فلوس، يسيب لك الفلوس ويطلع يجرب البايك، هو واخد حاجه وسايب لك حاجه.
انما يطلع يجرب البايك وياخدها ويمشي، ده طبعا مش صح. طبعا كل وسائل التامين واللوكس اللي احنا بنتكلم عليها دي مش هتقدر تعملها ديلي في كل مشوار بتعمله. طيب لو انا طالع مثلا داخل اسحب فلوس من ATM ماشين بسرعه، عامل حاجه، دايما ابقى راكن البايك في حته عيني عليها، لان اسهل حاجه مشكله البايكس انها ممكن تتشال على العربيه نص نقل، فاركنها حتى لو هخش دقيقتين واطلع اركنها عيني عليها، عيني شايفها من بعيد. وربنا يستر علينا دايما وعلى البايكس بتاعتنا. ويكي ويلرز.